لو انا فتحت مصنع ملابس وابتديت ابيع للمحلات اللي بتبيع هدوم والناس اللي عاملين بيزنس كده صغير بيبيعوا هدوم، انا كده هبقى ايه؟ انا كده هبقى بي تو بي، بيزنس تو بيزنس. طب لو انا بقى المصنع بتاعي ده تحت له محلات وبقيت انا اللي بصنع وانا اللي ببيع للجمهور اللي بيلبس، انا كده هبقى ايه؟ انا كده هبقى بي تو سي، بزنس تو كونسيومر. طب ليه انا المفروض اعرف انا البيزنس بتاعي بي تو بي ولا بي تو سي؟ علشان حاجات كتير. عشان ادوات الماركتنج اللي بنستخدمها في البي تو بي ممكن تبقى مختلفه عن ادوات الماركتنج اللي بنستخدمها في البي تو سي. كمان الشانلز اللي بنعلن عليها بتكون مختلفه. في البي تو بي احنا في البي تو بي في اغلب الصناعات بنعتمد اكتر على بيرسونال سيلينج اكتر من السوشيال ميديا، في حين ان احنا في البي تو سي اعتمادنا على البيرسونال سيلينج ممكن يكون اقل بكتير قوي من السوشيال ميديا والديجيتال ماركتنج وحاجات كتير في الماركتنج ميكس. اما ننسى ان انا التارجت اودينس في البي تو بي هيبقى مختلف تماما عن البي تو سي، فطريقه كلامي والمحتوى اللي هيطلع مني يبقى مختلف على حسب التارجت اودينس. فعشان كده لازم اعرف انا بسوق لمين وانا البيزنس بتاعي بي تو بي ولا بي تو سي.